من داخل مقر حزب الدستور بدمنهور معنا اليوم الدكتور أحمد دراج أحد مؤسسي حزب الدستور. أهلا وسهلا دكتور. إيه رأيك في عدول النائب العام عن الثقافة؟ عادي خالص، النائب العام عادي، مش هو اللي جايب محمد مرسي؟ طيب محمد مرسي بيرجع في كلامه، احنا عندنا اللي يقول لك اللي يرجع في كلامه العيال. دولة فيها نائب عام بيرجع في كلامه؟ دولة فيها رئيس، طبعا من حقه، ما دام رئيس جمهورية، ما دام رئيس الجمهورية بيرجع في كلامه، يبقى من حق النائب العام يرجع في كلامه، يرجع في كلامه. احنا عايزين نعرف ان احنا هنعيش في دولة محترمة، هذا الكلام ما ينفعش. تمام. لو سمحت دكتور، ممكن في عجالة بسيطة تحكي لنا ليه اختيار لا للدستور؟ لا، اختيار لا للدستور دي حقيقة انت لما يبقى عندك دستور مفروض ان هو عقد بيجمع بين المصريين، هذا العقد هو عبارة عن وثيقة بين جميع المصريين بكل فئاتهم. هذا الدستور مفروض انه يراعي حقوق الأقلية قبل الأغلبية ويراعي حقوق الضعيف قبل القوي. لكن عندما نجد دستور مكون من 236 مادة، أفسرهم لك، فيهم 125 مادة متفق عليهم نسبيا، وفيهم 60 مادة فيهم خلل في الصياغة، فيهم 45 مادة مختلف عليهم لأنهم بيدعوا إلى دولة دينية أشبه بدولة الملالي في إيران. 12 مادة نزلوا سقطوا فجأة يوم إقرار الدستور يوم 29/30، يعني 12 مادة لم يناقشوا داخل الجمعية التأسيسية، جمعية تأسيسية غير شرعية، فده دستور باطل. لو أنا حبيت أذكر لك مواد منها، أنا هديك مثالين أو ثلاثة، حاجة فجة. لو أنا مستعد أذكر لك 20 مثال، لكن أنا عايز عشان المستمع أو اللي بيشوفنا يعرف إن القضية كبيرة. أنا هديك المادة الثالثة اللي هي بتقول إن المسيحيين واليهود المصريين يحتكموا إلى شرائعهم في كل ما يتعلق بشرائعهم وحقوقهم ورجال الدين وكل ذلك. طبعا وده متعلق بحقين اثنين، حق المسيحيين وده لا اعتراض عليه لأن هم جزء من هذا المجتمع، ولدوا في هذا المجتمع وهم كانوا جزء من المجتمع وما زالوا جزء من المجتمع المصري، لا يستطيع أحد أن ينفيه. لكن كوني أنا أو كون دستور دولة زي مصر يوجد فيها حقوق لليهود اللي هم منهم ناس متطرفين، هؤلاء اليهود المتطرفين لما حضرتك تحطهم في دستور لبلد زي مصر، ازاي تساويه بمسلم، تساويه بالمسلمين وبالإخوة المسيحيين أصحاب البلد؟ عارف عدد المسيحيين في مصر، الأقباط في مصر كام؟ فوق من 7 ل 10 مليون، كويس؟ طب عدد اليهود في مصر كام؟ من 63 ل 81. ده رقم مش موجود، يعني عمارة ممكن تلاقي فيها أكثر من العدد ده بأولادهم بكله. إيه لازمة إن ده يتحط في دستور بلد زي مصر؟ هل تعرف إن لا توجد دولة في العالم تضع حقوق لليهود حتى أمريكا نفسها في الدستور؟ هذا الكلام يدل على إن إحنا فعلا في حالة غيبوبة. هذا الذي وضع هذا الدستور إنسان يا إما مغيب يا مغفل يا متآمر، أي حاجة. هل تعرف إن أنت النهاردة بعد الدستور ده، وأنا بقول الكلام ده الأهالي دمنهور اللي عارفين، مولد أبو حصيرة، هل تعرف ان انت بعد الدستور ده لا تستطيع انك تتكلم ولا تقول ان مش من حقهم ان يعملوا مولد هنا او يعملوا مولد هناك؟ مولد ابو حصيرة هيقام غصب عن عين التخين بناء على هذا الدستور، وهذا سيرتب حقوق لليهود في هذا البلد وفي كل مكان هنا، ويستطيع ان يعود عليك ويقول لك انا من حقي كان ليا مكان هنا وكان ليا مكان هنا وكان ليا مكان هنا ويطالب بده. ازاي دولة بتدعي ان دول بيحطوا دستور دولة اسلامية ومع ذلك يعملوا ده؟ أنا لو من أي واحد من الإخوان المسلمين أرفض هذا الدستور قبل أي واحد من اللي بيسموهم التيار الليبرالي، لأنه اقروا حرام عليكم، هتذبحونا. روح لحق حقوق العمال في مادة 14، الأجر مرتبط بالإنتاج. طب الأجر مرتبط بالإنتاج ده، مش الأجر مرتبط أصلا بارتفاع الأسعار، أما ارتباط بالإنتاج. تعالى 2
اثنين بيشتغلوا عند اثنين من اصحاب الاعمال، واحد عنده مكن جديد والثاني عنده مكن قديم. ذنب العامل اللي بيشتغل على المكن القديم اللي بيطلع 10 متر في اليوم ايه، والثاني اللي هو بيشتغل على مكن حديث بيطلع 200 متر في اليوم. ذنب العامل الضعيف ده ايه؟ اقول لك تمليك الارض لغير المصريين، الارض تمليك الارض وملكيه زراعيه مفتوحه لرجال الاعمال، هذا اقطاع واحتكار. اي اخوان مسلمين دول؟ اي مسلمين دول؟ لا اخوان ولا مسلمين. عايز اقول لحضرتك لو مسكت الدستور اللي بيأسس لدوله دينيه، حقوق العمال من حقه يحل النقابات بكره الصبح، اي نقابه مش عاجباه يتحل، مش عارف اي جورنال يصادر. والناس اللي بتشتغل في الجورنال ده مش دول بني ادمين ولهم اسره؟ افترض واحد، انا بفترض ان واحد غلط. هنا الغرامه الماديه، اما انك انت تقطع عيش اسر كامله لانه مش عاجبك، فهذا كلام ما ينفعش. اقول على ايه ولا على ايه؟ يعني بصراحه انا لو الكلام مفتوح، انا بصراحه شايف انه ده دستور مش دستور الحقيقه كلمه دستور دي لا يصح ان احنا نطلق عليه. ده عباره عن مجموعه مواد لتقسيم الشعب المصري الى فرق. هذه لانه الدستور اللي انا اعرفه كلمه دستور يعني وثيقه عليا محترمه. هذا ليس لا وثيقه عليا ولا محترمه ولا هو عقد من ابناء الوطن الواحد، هو عباره عن اتفاق بين مجموعه ان هي تخطف البلد وتجري بيها، وبعدين يبقوا قابلوني لو قدرتوا تعملوا اي حاجه فيما بعد. هم كذابين وكذبوا علينا وطول عمرهم بيكذبوا، لكن الكذب بتاعهم دلوقتي بقى مفضوح. ارجوكم ما تصدقوهمش، قولوا لا للدستور.